رسالتي عم بتمر حاليا بأيام صعبة. هي والنشافة ادعوا لهم الله يكون معهم. لأنه والله لحظة راحة. رسالتي عم بتمر حاليا بأيام صعبة. هي والنشافة ادعوا لهم الله يكون معهم. لأنه والله عم تبعتولي جربي الترند الهندي. اوكي خلاص، بكرة ان شاء الله رح جربه، بس شو ما طلع بدكم تقولوا لي حلو. اوكي. لا عم بمزح، وين فايته انا اذا ما عملت شيء يعني بروفيشنال ويطلع احلى من الكل ما بقدر اعمله. فهيك انه اعمل شيء تسليكي مستحيل، لذلك ما حاعمله لانه هو شيء كتير صعب، والناس عم تروح على استديوهات وبتجيب مصور وميك اب ارتست وبتضل نهار كامل تصوير ليزبط معه. فوين بدكم يعني اعمل هيك شيء؟ لا 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 لا. مستحيل، يعني هذا الترند كتير صعب. خلاص في فلتر بيعملوا، اذا بدكم بعمل لكم الفلتر. واهلا، رح نحضر هلا اللانش. اليوم اللانش مدعوم، رح اعمل كل شيء بيخطر على بالكم. رح اعمل فول، رح اعمل شكشوكه، رح اعمل كتير قصص. خاصه اني مشتيه للفول البيتوتي من تحت ايدي، كتير مشتاقه عليه، يعني من زمان ما اكلته. اول شيء هاي علبه الفول رح جيبها اسخنها بالطواي. نطلع اول شيء طواي صغيره، هاي مثلا. طبعا تأخرنا كتير بالأكل اليوم لأنه في كمان يخلص منشان ياكل معنا، وكمان نشتغل عليه وبعد شوي رح ينزل. ما رح كتر الفول كتير لأنه تقيل يعني، فرح أعمل جنبه لأنه غير شغلات. طيب يطلع لي ألف حدا بيقول لي ليش ما كبيتي المي؟ أنا ما بحب كب مية الفول لأنه هي المي المنقوع فيها الفول فبتعطي طعم كتير طيبة. هلا هنحضر الصوص. نجيب معلقة صوص الفول. كتير سهل، هو نفسه فيكم تستخدموه لكتير شغلات، للفتة، للفلافل، لكتير قصص فيكم تستخدموه. كل انواع الفتة كمان نفس الصوص. هنحط لبن او زبادي، يعني 3 معالق كبار تقريبا، 4 هيك عن نظر نشتغل. بعدها رح احط طحينة. هدول المكونات الأساسية، بعدها كله بهارات يعني. أنا بدي بحب هاد ستايل البلوزات، هيك بلوزة كتير كبيرة. فستان هي مو بلوزة، لا بلوزة، بس أنا جايبة بوقتها كنت بدي أطلبها لارج، أو كني جايبتها 2 إكسين لارج، فحبيتها والله. شو والله لذيذة كتير مريحة وكتير حلوة. ما بعرف، كومفي. هلا رح نحط الطحينة. هاي بدي كبها. هاي كان كترت. تحمست. هلا حنجيب ليمون. والله انا امبارح اشتريت ليمون، بس رح استخدم هذا لانه اسرع. هذاك رح اتركه للسلطه. رح نحط كمون وبابريكا وثوم. وين الكمون؟ هاي كمون وبابريكا والثوم. عندي ثوم مفرزته مطحون، هلا رح جيبه. شوية كمون، شوية بابريكا، وملح ما ننسى، وبس ضل روح جيب الثوم وخالص. كتير سهل، بس لازم تذوقوه وتشوفوا حمضه اذا بدكم اياه حامض او مو حامض، يعني لازم تزبطوا انتوا الطعمه. بس اهم شيء الثوم ما انساه، لازم اروح اجيبه قبل ما انساه. اوكي، وهلا جبت هذا مكعب ثوم مهروس، هذا انا هرستن
وقت رمضان، ولسه عندي كتير بكفوني السنة. هلا بنحرك. هلا بدها تطلع كتير سميكة طبعا، لذلك قلت لكم انا بحتفظ بهاي المي منشان هلا اضيف المي على الخلطة، بنضل نضيف نوصل للقوام اللي بدنا اياه. انا بحبه سميك، ما بحبه مريق للفول. اوكي، بما انه غلى الفول رح طفي تحته. تقريبا خلصنا. هيك بكون علمتكم اسرع فول بالحياة. ضل اسرع من هيك ما ضل. نخلط هاي منيح. نجيب معلقة ندوقها منشان نشوف شو وضعه. لازم تزبطوها كلها قبل ما تضيفوها للفول. بدها حمض شوي. والله الطحينة اللي زدتها كتير عطتها طعم اطيب. كتير طيبة. هلا شوفوا، هلا هي كتير سميكة. هلا حنضيف لها مية الفول بالتدريج منشان ما تصير كتير مريقة. بالتدريج بنضل منضيف لبين ما يصير قوامها منيح. والله فول البيت غير شكل. هنيك قديش طلبنا جاهز. كل يوم نفطر شي فول شي مامونية. اكلات البيت غير غير. هيك واحد بيعمل شي على ايده نظيف. هلا سمعت مدري وين قريت خبر انه في مطعم عنده جرثومة وعم بيتسمموا الناس. والله نسيت عقينا مطعم كانوا عم بيحكوا. جد شي بيقرف المطاعم. قد ما واحد انبسط وطلع ودخل وهيك انه هو شي حلو، بس ممكن تنقلوا امراض كتير منه. شوفوا هلا لسه سميك، فرح ارجع اضيف مي. يعني بالنسبة لي بالعادة وقت بعمل فول خلص بس بعمل فول لحاله لأنه هو كتير تقيل. بس اليوم مشتهيين على كذا أكلة. اوكي شوفوا، هذا هو القوام اللي أنا بحبه. بحبه هيك سميك، هيك بيتغمس بسهولة والنكهة بتكون مركزة، ما بيكون طعمته مثل الشوربة. يعني أنا هيك بحبه. كان في عنا بحلب فوال هيك بيعملوا. في ناس بتعمله هيك سميك، في ناس بتعمله مريق، فأنا كنت أحب هذا السميك. هلا رح شيل هاي المي الزيادة وحط الفولات فوقه تكون خلصت. مين سمح لك تعملي فول؟ مين سمعانك انا ترى؟ ها وانا عم حمل الفيديو سمعانك. سمحت لحالي والله. لا والله ما حدا سمح لك. سمحت لحالي. كنت بدي اعمل مامونية. لا والله بكره بعد انا مشانك رح اعمل شكشوكة كمان، مو بس فول. الله عليك. يعني ما تقلي بس عم تعملي اكلاتك اللي بتحبيها، رح اعمل لك شو هالتنوع هاد؟ شكشوكة. لحظة ولا بدي شاي، ما جبنا غلاية، ما جبنا. لا هذا الفول شاي. شو الحل؟ هلا بنسخن. قول معنا ركوة. ما عندي ركوة، انا ما بشرب قهوة تركية، هي القهوة العربية. كنا هون. هلا بسخن لك بالطنجرة هاي. هلا بسخن لك وحدة من هدول يمشي الحال. مش هالقصة. خلص اليوم نروح نجيبها. خلص هاليومين عم بشتهي على الشاي انا. خلينا نطلع نجيبها. بدي اجيبها واخلص. يعني عاجن أجلى يعني. يا سبحان الله، نحن بس هالكم يوم كثير حبينا الشاي فجأة. ما بنشرب شاي. بس وقت الفطور يعني. ايه مع الفطور يعني او بعد الفطور بحبها انا. ايه بس انه انت هلا حتى هنيك بدبي كثير شربنا شاي بصراحة. ايه بس انه انت المساء مثلا بيخطر لك تقعد تعمل شاي؟ لا بس على الفطور. على الفطور وقت الصبح. هيك عم نأجل الموضوع. ما بيخطر لنا غير وقت الفطور. شو هينا نعمل فيها شاي؟ ايه طنجرة شاي. طنجرة شاي بدي اعمل لك. هلا شو نقطع بصلة وبندورة. ايه شغلتك طويلة والله. موضوع مطول. موضوع صعب. يعني كان يا شكشوكة يا فول، شو هاد؟ بتعرفي كايا فول شغلة مو علي والله انا بعمل لك كذا اكله. قال يا هي مشان ننجز يعني. شو ادللك يعني. الله يعطيك العافية. بس في شغلة انت ما لاحظتيها، انه ما عندنا خبز. جاي صدمات. والله يمكن ما عندنا. هلا بدي اروح شوف. يلا انت ترجي. لا لقيت خبز، لقيت. طلع فيه الفريزر. بس شو يعني هذا عمره شهر هذا الفريزر، بصير له شيء يا جماعة؟ شو رأيكم؟ مفرز يعني، بس بظن راح يصير قديم شوي بالاكل، بس انه
ما بيصير له هلا شيء، اذا مفرز ما بيصير له شيء. بس ما حيكون مثل التازة يعني. طبعا بس يعني معلش احسن من بلا هلا. لا اليوم سبت، فاحتمال اصلا يعني ما نلاقي خبز عند العرب. لا بس الأحد والله، السبت يمكن مشوار ينزل. عند العربي اليوم. والله لازم اليوم نروح عند العربي، ما رحنا له. ولازم نروح نجيب شو بدنا نسوي غلاية. عند العربي؟ ولازم شو نعمل كمان؟ عنا كتير قصص لازم نعمل. لازم كمان ضبط البيت. ولازم نطلع لنا شي مشوار. والله الطقس حلو نحن قاعدين بالبيت. وين طقس حلو؟ مطر. هلا اجاني انذار جاي مطر. والله هذا ضحكوا عليكي. الصبح مؤقتا بس. هون بهولندا وقت تطلع الشمس لازم تلحقوها، والا ما بتلحقوا حالكم يعني. شوفوا هلا لانه ما طلعنا الصبح راحت علينا. تغيمت. بعدين صارت الساعة 3 العصر إذا ما عندك خبر، ومفكرة حالك لسه بدبي أنت، إنه لسه النهار قدامك وكل يلا نطلع نفطر. اوكي رح يسكروا هلا بعد شوي. بس ما بيصير لين هلا ل9 يعني نهار قدامي. المهم انك تفوتلي بالسيارة او تمشي يعني. ايه اطلع على شي غابة. حيوانات لانه احضان الطبيعة اي والله بتمرضغ بالطين هنيك بالطبيعة وتطلع حركت تعمل دايت؟ لا بكرة قلنا بكرة انا نبلش بالدايت، هيك قلنا اتفقنا بكرة. قلت لا الترند الهندي عملوا لي عملية، قلت له مثل الدايت بكرة. لا كل شيء صار يطلع لي بنومي الترند الهندي والله انا كل منصات. كل الوقت عم بغنيه. عم بحس خلاص. انا عندي فكرة، انا بسوي لك اياه الترند الهندي. شو هي؟ يعني لا انا بمكيجك وانا بعمل لك الاكسسوارات وانا بصورك. ايه اوكي. يعني انا بستلم كل شيء، انت بس عدي يعني هيك مثلي. بس انصمدي انت تري. انت تري من هون. ايه فسهل والله، كتير سهل بسيط. شوية بلاش على شوية اي لاينر تطلعي خالصة. بعدها بشخط لك على وشك. في ناس عم تعمل عن ميك اب ارتست ومصور وما بينجح معها، حتى في ناس شفتهم عن جد فاشل معهم يعني. في ناس لا مبدعين. شو بصير في صوت هيك حركة بس ما عم شوف حدا. يمشي بس هو هاي وين مشي. المهم انه وين حطيت لك الموبايل؟ حطيت لها الموبايل فوق البيض، يعني هلا ما عاد فيها تعمل بيض. يلا ما لازم يلا نسوي ترند. خلص من اولها فشل الترند. امسك طنجرتين هيك. لا في هاي وقت تحطوا الاكسسوار بعدها هيك. شو هاي وقت تمسك الرداء. والله حفظان اكثر مني. ليش ضل حدا ما حفظ؟ لا مع هالترند شلش الدنيا كلها. بس بلش يصير قديم خلص يعني. هلا اللي بيعملوا هلا اللي بيعملوا هلا بحس تاخر خلص. هلا شو وقت الناس اللي عم تعمله بطريقه ابداعيه يعني شفت اليوم اثنين عاملينه بطريقه كوميديه فلا تضحك عليهم يعني. فهيك انه صار بقى وقت الناس اللي بتحرف بالترند. اي انا طلع لي شباب بيعملوه كمان، شو رايكم؟ بس مسخره يعني مو واقعي. يعني ليش هذا الترند بالذات انشهر عند العرب؟ في كتير ترندات هنديه وترندات ميك اب وما انشهرت. لانه صعب يعني. لانه صعب. اوكي يا جماعه هلا راح ينزل الفيديو، صار جاهز. عدوا تكبس الكبسه. 1 2 ويلا لبكره. لا 3 وين نشوف كله تمام. يلا اللي اجى اشعار يكتب لنا، يكتب فورا انه هو اجى من هلا السناب. يكتب.